محترم، الطريقه كما دار قبيله. بولاق يونس، الكاتب العام الوطني للنقابه الوطنيه للمستثمرين المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين والمنزلين. بغينا نعرفوا لكم واحد الحادثه، بغينا نعرفوا ربما شنو الاسباب، واش كترجع للسائق، واش البنيه التحتيه، واش المجموعه ديال العلبات اللي كنشوفوا واحد المجموعه خاص يكون ديال الحواجز مثلا باننا ما كاينينش. اكيد نحن كهيئه نقابيه تؤطر هذه المهنه هذه ونسهر على اصلاحها وتقديمها الى الامام، فكنرجعوا هذه الحادثه الى علامه التشويش المنعدمه، وثانيا الى القنطره الغير مكتمله في البناء ديالها. كما كتلاحظوا فهي قنطره بنيت على اسس ولم تكتمل. كما كتلاحظوا هناك الاحجار عوض ان يكون ان فون تمايا دو سيمون وحواجز واقيه الجانب ديال القنطره، فهي غير مكتمله. وكنرجحوا السبب الرئيس ديال هذه الحادثه العلامات التشوير والقنطره الغير مكتمله في البناء نتاعها. رشيد خليناش الكاميرا ميوت قدو هذاك جا شباب مكملين شحال خدنا واش قال لي المفروض لكم شكون هي الجهه اللي خاصها دير هذا الشيء؟ واش المجلس البلدي، واش وزاره التجهيز؟ لا، كما كتلاحظوا فنحن وسط مدينه المحمديه، ووزاره التجهيز والنقل فهي كتسهر على المناطق اللي هي في الطرق الوطنيه الخارجه عن المدن والاقاليم. فهذه المساله هي من اختصاص الجماعات المحليه التي لا تقوم بالعمل ديالها على اكمل وجه، فهي المسؤوله الاولى على هذه المسائل، هذه القناطر داخل المدن.